كل هذه السنوات التي أفنيتها في خدمة البشرية لم تجلب لي سوى الذل والإهانة. كانت دي هي آخر رسالة كتبها نيكولا تسلا لوالدته قبل وفاته، بالكلمات اللي خرجت من الراجل اللي صنع القرن العشرين حرفيا، واللي كان كل همه هو تسهيل الحياة للبشرية باختراعاته بعيدا عن الاهتمام بأنه يمتلك ثروة من خلال المشاريع دي. يوم ولادته في عاصفة رعدية ضربت البيت اللي كان ساكن فيه عيلة نيكولا تسلا، واللي اتقال بسببها إن ده نذير شؤم والولد ده هيكون ليه خطر كبير على البشرية. لكن اللي حصل هو عكس كده تماما، لأن الطفل ده بقى هو اللي اخترع الكهرباء لأول مرة، واللي هي مسهلة علينا حاجات كتير جدا في حياتنا لعند النهاردة. سنة 1882 لما كان تسلا شغال في شركة تبع توماس أديسون، الشركة أصدرت طلب هندسي عشان يكتشفوا مشكلة تقنية في الخطوط الحديدية وقتها، واللي عجز عن تحديد العطل كبار المهندسين في الشركة، فعرضت $25,000 للي هيكتشف العطل. فمين اللي قدر يكتشف العطل ده؟ أيوه، هو اللي جه في دماغك. تسلا قام باكتشاف العطل ده بل وحل المشكلة كمان، ولكن الشركة ما وفتش بوعدها معاه، وكانت دي هي أول سرقة فكرية تعرض ليها تسلا في حياته. بس في نفس الوقت مرت شركة أديسون بمشاكل كتير، واللي من ضمنها مشكلة عرض أديسون بنفسه مبلغ $50,000 للي يحلها، وقدر تسلا يحلها مرة تانية. بس الصدمة هنا إن أديسون قال له إن العرض ده كان مجرد مسحة مش أكتر. بس كانت دي هي شرارة بداية حرب الطيارات بين أديسون وتسلا. بعد كل السرقات اللي تعرض ليها تسلا بقى بيشتغل بالأجرة عشان يكفي احتياجاته. بس في يوم وهو كان على وشك إنه ينام رسم في عقله مولد بيولد الكهرباء بتيار متردد، وده عكس مولد أديسون اللي كان بيولد الكهرباء بالتيار المتصل، واللي مداه بيوصل لمسافة 1.5 ميل بالكتير. أما مولد تسلا فكان بيكفي إنه يشغل مدينة كاملة. فراح عمل اتفاق مع رجل أعمال لتمويل مشروعه، ولكن للمرة الثالثة بيتعرض لسرقة أفكار، وأخدوا براءات اختراعها وأسسوا شركتهم بعد ما نصبوا على تسلا. لكن تسلا ما يئسش برضه، ورجع سنة 1887 واتفق مع مستثمرين واشتغل معاهم وحصل على أول براءتين اختراع للتيار المتردد. وهنا بدأت حرب الطيارات بين تسلا وأديسون. نزلت مولدات تسلا للسوق واكتسحت مولدات أديسون تماما، فحس أديسون وقتها إن العالم هيبدأ ينساه مع الوقت، فقرر رفع قضية بيتهم تسلا بسرقة أفكاره، ولكن خسر القضية لأن أفكار تسلا جديدة وفريدة من نوعها. وبعد ما خسر أديسون حرب الطيارات وخسر القضية، حاول إنه يحارب تاني بس المرة دي عن طريق الإعلام وتشويه سمعة تسلا واختراعاته. فقرر تسلا الرد في شيكاغو في المعرض الكولومبي العالمي، وتمكن من إنه يشغل المعرض كله بمصابيح أكتر من الموجودة بشيكاغو كلها. كمان أبهرهم بالمصابيح اللي بتنور لاسلكيا، ولك ان تتخيل ان اختراع التوصيل الكهربي لاسلكيا في عام 1893، وقدر انه يحدث برق صناعي ويمرر كتير من الشحنات خلال جسمه من غير ما يحصل له اي ضرر، فاطلق عليه وقتها لقب رجل المستقبل، وتفوق بشكل كبير على أديسون وزنق عليه فما قدرش يتحمل نجاح خصمه. وفي سنة 1895 تعرض مكتب تسلا لحريق، واللي فقد وقتها كل براءات اختراعاته، ونسبت لأديسون وضاع شغل 10 سنين على تسلا، واللي أدى إلى إفلاس تسلا تماما. الكل توقع بعد الحادثة دي إن تسلا انتهى، لكن خلال 6 شهور بس قدر إن يرجع معظم اختراعاته بسبب ذاكرته اللي مش طبيعية. وفي 1899 قدر تسلا إنه يبتكر طريقة لتوفير الكهرباء مجانا للعالم كله بنفس الجودة والكفاءة، بل وكمان أفضل من الحالية، وكمان توفير شبكة اتصالات مجانية. لكن اختراعاته تمت محاربتها من أكبر الدول في العالم، وده بسبب الأرباح اللي كانت بتعود عليهم من فواتير الكهرباء، وغيرها من الاختراعات اللي فقدها تسلا أو اتسرقت منه واتنسبت لناس تانية، زي اختراع البرق الصناعي واختراع التحكم اللاصقي واختراعات تانية كتير، واللي منها اللي أخدته حكومات ودول مجهولة بعد التحفظ عليها بعد وفاته. اللي عايز اوصله لك من كل ده ان نيتك الكويسه لوحدها مش كفايه، وان زي ما مهم يكون عندك ذكاء في شغلك، لازم برضه يكون عندك ذكاء اجتماعي عشان مجهودك وشغلك ما يروحش في الفاضي. كان معكم محمد صلاح. سلام عليكم.